سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. حبيت نبارطاجي معكم في هذا لا فيديو على ديناسين. كيما شفنا بزاف يهضروا عليه في لي ريزو بلي نحي حب الشباب وكاع، دونك غادي نبارطاجي معكم تجربتي الشخصيه اسكو صح نحى لي حب الشباب ولا نو، وميم طو غادي نعطيكم بعض النصائح تستعملوهم وغادي نعطيكم طريقه الاستعمال. ان شاء الله تكملوا لا فيديو. اول حاجه لازم تعرفوها بلي هذا محلول طبي ماشي سيروم ولا برودوي كوسميتيك، سما لازم تعرفوا طريقه الاستعمال تاعه، سما هو جاي مضاد حيوي. بالنسبه لطريقه الاستعمال نستعملوه على بشره تكون نظيفه بخوبخ، مي بالنسبه يعني كي تكونوا خارجين من الدوش ولا تكونوا دايرين لاسيغ ولا ما تستعملوش، باسكو هكا غادي البشره تاعكم تتهيج. يستعمل جوست وين كاين الحبه ولا وين كاين لازون اللي فيها لاكني، دونك ما تستعملوش على كامل الوجه باسكو غادي يدير لكم تهيج ومن بعد تولوا فيه مشكله واحده اخرى. بالنسبه كيما قلت لكم تكملوا تستعملوا به حتى لوين تشوفوا هذيك الحبه بدات تيبس، باسكو البنات هذا محلول طبي، وكيما نعرفوا الادويه ما تستعملش دائما الا بوصفه طبيه، هذه باينه. سما ماهوش سيروم ولا برودوي كوسميتيك تقدري تستعمليه في اي وقت، وهذه حاجه. بالنسبه للاثار كي تشوفوا الحبه بدات تيبس تما يحبس الاستعمال تاعه، ماهوش البنات مخصص باش ينحي اثار الحب وكاع. دونك هنا غادي نعطيكم نصيحه، اذا كي يكونوا عندكم تما بعد ما تروح الحبه وكاع بازو بزاف على الترطيب وميمطو على الترطيب والتقشير، وتاني ديروا واقي الشمس هكا باش هذوك الحبوب ما يكحالوش. كل ما رطبتوا البنات كل ما الجلد هذاك الميت يتقشر وميمطو هذيك البلاصه ترجع كيما كانت من قبل. تقدروا تستعملوه خطرتين في اليوم، مي من الاحسن ننصحكم تستعملوه جيست في الليل هكا باش ما تعرضوش للضوء اشعه الشمس، باش تتجنبوا من بعد الحبه هذيك كي تروح ما تبقاش الاثار كحله، كي تكون حمراء تداوى تمتم، مي كي تكحل صعيب باش تداوى. كاين فئه ما تقدرش تستعمله كيما اللي بشرتهم حساسه ومنطو الحامل والمرضع، فهو يعني قلت لكم حاجه طبيه سما هادو ما يقدروش يستعملوه. بالنسبه لتجربتي الشخصيه غالياتي هو نحالي كشو نشف هذوك الحبوب اللي كانوا عندي، باسكو انا ما كانوش عندي بزاف، مي بالنسبه للاثار بقاو الاثار كيما هما. سما اللي تقول لك ينحي الاثار وكاع ما كاش منها البنات، الحبه ينشفها مي الاثار ما ينحيهمش. سما الاثار لازم تخدموا عليهم روتين سبيسيال، لازم غسول، لازم الترطيب الداخلي والترطيب الخارجي، ولازم واقي الشمس، ما تخرجوش في الشمس جوست هكا. وهنا تكون خلاص لا فيديو تاعنا البنات. سلام، نشوفكم في فيديو اخر باذن الله.